اقسم بالله انكم مش طبيعيين، انتوا بجد ناس مش طبيعيه، انتوا ناس مرضى نفسيين محتاجين تتعالجوا. واسمعوا لي بس كده، الفويس ده لسه جاي لي من واحده من حاله من الحالات اللي هي كانت ضحايا النظام. اسمعوا لي. مساء الخير يا دكتور، انا شفت الفيديو بتاعك كنت بتتكلمي على نظام الطيبات. انا واحده من الضحايا بتاعت الدكتور ضياء العوضي، ومعايا فيديوهات متسجله هو اللي قال لي اسجل له، ومعايا الروشته بتاعته. انا رحت له كشف، وللاسف انا دايبيتك تايب 1. وقف لي انسولين واداني كورتيزون، وكنت بموت ودخلت في غيبوبه سكر، ولا عرفت اتواصل معاه. والسكرتيره بتاعته لما بكلمها بتقول لماما لما يجي العياده ابقى اقول له، يعني انا بموت وعندي غيبوبه سكر بسبب نظام وبسبب الحاجات اللي اداها لي، وبتقول لها لما يبقى يجي العياده ابقى اقول له. ماما تقول لها طب كلميه، طب ادينا رقم. هو طبعا رقمه ما بيدوش لحد، واحنا لما طلبناه ما رضاش يديهولنا، واسلوبه وحش جدا. يعني انا عامله فيديو بوضح للناس بناء عن طلبهم المتابعين بتوعي، الحالات اللي بتتابع معايا سالوني عن نظام الطيبات بعد الجدل اللي حصل عليه، وبيقولوا لي ايه رايك يا دكتوره في النظام. فانا عملت فيديو لهم بشرح لهم ايه الحاجات اللي احنا ممكن نطبقها وايه الحاجات اللي احنا خطر نبعد عنها. ولا غلطت في الدكتور ضياء ولا جبت سيرته بحاجه وحشه، بالعكس قلت للناس ادعوا له ربنا يرحمه، ولو له حق في الدنيا هياخده في الاخره. ما غلطتش في الراجل خالص ولا جبت سيرته، بس بس مجرد ان انا اتكلمت عن نظام الطيبات وقلت ايه اللي احنا ممكن نطبقه وايه اللي احنا ما ينفعش نطبقه، كاني بالظبط غلطت في قران منزل او كتاب منزل. في ايه يا جماعه؟ ما تتقوا الله شويه انتوا. يعني الاقي كميه كومنتات في الطبع مش طبيعيه. يعني اتقي الله، انت بتجيبي سيره الراجل بعد ما مات ليه؟ على فكره انا عامله فيديوهات عن نظام الطيبات ومنتقده النظام ده وقايله الحاجات اللي عندي من الدكتور عايش. يعني ارجعوا بس اتعبوا نفسكم شويه كده وارجعوا في الفيديوهات القديمه، هتلاقوني متكلمه عن نظام الطيبات ومنتقده حته ان هو يوقف الادويه. الاكل والشرب براحتكم، عايزين في اصلا دايت اسمه اليمينيشن دايت، يعني بنشيل حاجات من اكل عادي مفيش اي مشكله خالص. انما ان احنا نوقف دواء او نقول السكر ناكله بالكميات دي، او النوتيلا او الاكل المصنع بقى سواء كان شيبسي او عصاير جاهزه او اي حاجه من دي، ده خط احمر يا جماعه. ده حاجات مضره جدا مضره جدا، وضررها بيبان على المدى البعيد. اللي طبق النظام ولقى نتائج كويسه معاه، انت خدت النتيجه القريبه اللي هو جايه من الاليمينيشن دايت اللي احنا بنقول عليه، انك انت بتمنع مثلا البيض، بتمنع اللبن، بتمنع الدقيق. فمجرد ما تعمل الحاجات دي انت بتبدا تحس بتحسن في جهازك الهضمي. الاضرار بقى والمشاكل بتاعه النظام ده هتشوفوها على المدى البعيد، هتشوفوا كوارث على المدى البعيد. اللي يقول لي في الكومنتات انت ما شفتيش مريضه السرطان اللي اتعالجت من نظام الطيبات، جماعه انتوا مش متابعين الاخبار. مريضه السرطان اللي طلعت وقالت انها اتعالجت بسبب نظام الطيبات، طلع الدكتور المعالج اللي هي ذكرت اسمه بنفسها طلع في بوست وقال ان الكلام ده مش حقيقي والكلام ده كذب، وان هي خدت العلاج الكيماوي بتاعها والعلاج الاشعاعي لحد ما خفت تماما من السرطان. اي حد يقول ان نظام الطيبات هو السبب في شفائها من السرطان ده كذب، وده ادعاء وافتراء. فشوفوا يا جماعه، تابعوا وشوفوا. مش اي حد يطلع على السوشيال ميديا يقول لكم كلمتين يبقى خلاص مسلمين، كلمتين مسلمين. ده غير طبعا الحالات الكتير اللي مشيت ورا النظام ووقفت الادويه وحالتها اتدهورت، وفي منهم اللي مات وفي منهم اللي حالته اتدهورت وكان هيموت. وطبعا اكيد ما نسيناش حاله الدكتوره اللي كان جوزها رافع قضيه على الدكتور اللي توفت قبل وفاه الدكتور ضياء بكام يوم. اكيد طبعا مش هننسى كل ده ونغمض عينينا عنه. يعني كل الحاجات اللي انتوا شايفينها حواليكوا ده ولسه مصممين تغموا عينيكوا وماشيين ورا النظام من غير تفكير. احنا ما قلناش ان النظام كله غلط، وما قلناش ان الدكتور ضياء كل كلامه غلط. لا، في حاجات صح كويسه جدا جدا في الكلام اللي هو قاله، وكلام مسلم بيه اصلا في علم التغذيه. لكن في المقابل في حاجات كارثيه لو انت مشيت عليها او طبقتها انت حرفيا بترمي بنفسك في التهلكه. محدش يجي يقول لي وانتوا مالكم، انتوا بتتكلموا. لا، مالنا ومالنا كمان. يعني الناس احنا دورنا مش دورنا، ده واجبنا ان احنا نوعي الناس. واي حد دارس تغذيه وفاهم في التغذيه وما طلعش يتكلم ويقول ده، انا شايفه من وجهه نظري ان هو عليه ذنب. لان في الناس دلوقتي بقت يعني في حاله فتنه مش طبيعيه، في فتنه رهيبه بين الناس دلوقتي دماغها شتت. انا ما بتكلمش عليكم يا التراس، ما بتكلمش عليكم خالص. انا عارفه ان انتوا مع نفسكم هتدخلوا دلوقتي في الكومنتات سب ولعن وشتم، خلاص احنا حفظناكم. يعني اي حد ينزل فيديو يتكلم سواء كان دكتور او غير دكتور وينتقد نظام الطيبات، انتوا بتدخلوا هجوم عليه حافظين مش فاهمين حرفيا. بجد لو انتوا بني ادمين اصلا، يعني لو انتوا بني ادمين فانتوا حقيقي بني ادمين مغيبين حافظين مش فاهمين. الدكتور ضياء الله يرحمه له ما له وعليه ما عليه، هو خلاص دلوقتي في دار الحق، ربنا اللي هيحاسبه. واحنا خلاص ملناش علاقه بالراجل خالص وما بنجيبش سيرته خالص. لكن الطيبات عادي ان احنا نتكلم فيه. هو نفسه الراجل نفسه قبل ما يموت كان كل شويه يعمل ابديت على النظام بتاعه ويشيل حاجات ويحط حاجات. ما هوش كتاب منزل عشان ممنوع ان احنا نتكلم او نفتح بقنا او نقول ده غلط وده صح ولا يا جماعه بلاش دي ولا لا. من حقنا نتكلم ونقول، مش عشانكم انتوا حرين. انتوا بجد يعني الناس اللي هي
ودول القله القليله طبعا اللي هم بيدخلوا يشتموا ويسبوا، انتوا حلال فيكم نظام الطيبات بجد والله العظيم. بعد اللي انا شفته منكم من كومنتاتكم من كلامكم البشع، انا شايفه ان انتوا حلال فيكم النظام ده. جو انا بتكلم مع الفئه، الناس اللي عايزه تفهم، اللي بتشغل ده وعايزه تفهم، الناس المشتته، الناس اللي ما بقتش عارفه الصح من الغلط، انا بتكلم عن دول. انتوا لا خلاص، انتوا براحتكم على نفسكم. جو